الراجل ربط حبل في عوامة إنقاذ وثبت الطرف التاني في عمود. بعد كده رمى العوامة ناحية عمود حديد في المبنى اللي قدامهم، وبدأ هو وصاحبه يتسلقوا الحبل بالراحة لحد ما يوصلوا للناحية التانية. جاك ركب أداة على إزاز المتحف وبدأ يلف الذراع الميكانيكي عشان يقطع دايرة حوالين نقطة ثابتة، وبعد شوية قدروا يتسللوا لجوه المتحف. في اللحظة دي كان في 2 حراس قاعدين في غرفة المراقبة. عشان يفضلوا بعيد عن الأنظار قعد الراجلين على سكيت بورد وبدأوا يزقوا نفسهم بإيديهم لقدام، وفعلا قدروا يتجنبوا خط نظر الحارس. وصلوا لغرفة السجلات وبدأوا يشغلوا كل تسجيلات كاميرات المراقبة. جاك استغل الفرصة وتسلل للقاعة الرئيسية اللي كانت مليانة لوحات مشهورة وكنوز غالية، لكن ولا حاجة من المعروضات دي كانت الهدف الحقيقي بتاعه. جاك قرب من لوحة مشهورة وحركها بالراحة، فظهر وراها خزنة. لبس السماعات وبدأ يلف قرص الخزنة، وبعد وقت قصير قدر يفتح الشفرة بنجاح. جواها كان تمثال ثمنه مئات الملايين. في اللحظة دي لاحظ الحراس حاجة على شاشات المراقبة. الدخلاء ظهروا على الكاميرات، على طول خرجوا عشان يحققوا في الموضوع. كان جاك وصاحبه بيحضروا للهروب، لكن فجأة الحراس وصلوا. صاحبه شد الحبل بسرعة فوقع الحارسين فورا على الأرض بعد ما تعثروا فيه. جاك استخدم الكلبشات وربط الحارسين ببعض، وبعدها جريوا وهم واخدين الكنز. ولما شافوا الحراس التانيين بيقربوا منهم قفزوا مباشرة من فوق السطح، هبطوا مباشرة في أوضة الشخص اللي شغلهم. صاحب العملية مسك التمثال وبص له كويس، وبعدين فجأة كسروا لحته، والمفاجأة إن جواه كان في كريستالة ثمنها مليارات.